السلام عليكم حبايبي واخواتي، وحشتوني قوي قوي. بصوا الجمال والطعامه دي. ايه رايك بقى لو البسبوسه فشلت معاكي، ولا باظت، ولا نشفت، ولا زهقتوا منها حتى؟ تعالوا نعملها اعاده تدوير تاني. يلا بينا. اول حاجه كده انا فضل عندي حته بسبوسه زهقنا منها بقى خلاص، وكمان نشفت معايا. بقيت اكسرها بايدي كده واحطها في المطحنه او في الكبه يعني. جميله جدا، وهنعيد تدويرها تاني اكننا لسه عاملينها، واحلى واطعم كمان. انا حطيت الكميه بتاعتي كلها. بصوا ناشفه ازاي. هي كانت طعمها جميل جدا بس نشفت شويه، وخلاص احنا كلنا منها يعني واستكفينا. حطيتها في الكبه كده الاول اول حاجه، وهضربها كده ضربتين 3 كده لحد ما تنعم معايا. هتعجبكم. ولو فشلت منكم او لقيتوا فيها مكتومه او اي حاجه وعملتوها كده، هتبقى جميله جدا وهتبقى ناجحه جدا. انا بعد ما خبطتها كده خبطتين 3 كده في الكبه، ولا ضربتها خبطتين 3، انا نزلت عليها ببيضة، ونزلت عليها كمان ب5 معالق من الزيت. طبعا لازم يكون زيت نضيف ملهوش ريحة. وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من الخل. ما تخافوش، الخل هيخليها ترتفع كده ويخليها هشة كده وجميلة، ويكون فيها طراوة كده حلو. احنا بنعمل لها يعني اكننا بنعمل بسبوسة من اول وجديد، بس بسبوسة بالبيض. البيضة دي هتفرق معاها كتير قوي قوي. هنحط كمان لبن. طبعا اللبن على حسب الكمية اللي احنا عاملينها. انا هنا عاملة يعني 1.5 كوباية كده من البسبوسة. حطيت عليها نص كوباية الا معلقتين من اللبن. واللبن طبعا ما يكونش سخن، اللبن يكون بارد عشان احنا حاطين بيض. وخدتها بقى ضربتها كده ضربة حلوة قوي. وبصوا بقت اكنها لسه معمولة حالا اهو. يعني مرمل كده وجميل. انا مش عايزه القوام بتاعه بصوا يبقى لازق او يبقى سايل ميه، انا عايزه اكننا عاملين بسبوسه. بصوا جميله خالص. انا هجيب بقى الصينيه بتاعتي وهدهنها كويس جدا جدا بالزيت. حبايبي واخواتي واصحابي، اوعوا تنسوني في الاشتراك في القناه علشان افرح بيكم ان شاء الله واكبر بيكم، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. انا جبت الصينيه اللي هعمل فيها اي صينيه انتوا حابينها. انا جبتها دهنتها كويس جدا من السمنه، وكمان جبت ورقه زبده كده، وهقطعها على قد الصينيه بس يكون اعلى شويه، يعني الطرف بتاعها يكون مش في القاع بس، لا يبقى اعلى شويه. عشان الصواني اللي بتتفتح دي ساعات كده بيبقى فيها يعني فراغات بسيطه، فبتنزل معانا السائل اول حاجه اللي بننزلها. فالاضمن والاحسن يعني لما نيجي نعمل في الصواني اللي هي بتتفتح دي، نحط فيها حته من الورق الزبده ويكون مرتفعه شويه عشان ما تنزلناش اي سوائل او اي حاجه احنا بنعملها. انا دهنتها من تحت كويس جدا كده، وبنفس الفرشه اللي متعاصه من الماده الدهنيه اللي انا دهنه بيها السمنه، هدهن بيها الزبده، ورقه الزبده من فوق. بصوا العجينه بتاعت البسبوسه اكن بسبوسه لسه بنعملها من اول وجديد. جميله والكده مش ولا سايحه ميه ولا اي حاجه. ما تخافوش من البيض، ولا هيبقى فيه زفاره ولا هيبقى فيه اي حاجه، مش هيبان خالص. انا كمان حطيت لها، نسيت ان انا اقول لكم ان انا كمان حاطه لها يعني نقطتين من الفانيليا السايبه، او كيس من الفانيليا الجافه، يعني اللي موجوده عندكم حطوه. طبعا انا بساوي بالراحه كده وهخبطها خبطتين بساط، عشان طبعا زي ما قلت لكم الصينيه دي من اللي بتتفتح بتتفتح كده من تحت، يعني القاع بتاعها بينزل لوحده، فانا لو خبطتها قوي هلاقي القاع كله تحت. وطبعا مشغله الفرن ومسخناه على 180. اول ما حطيتها قللت النار شويه وشغلت من تحت بس،